هو انا لو بعمل اعلان على سوشيال ميديا فيسبوك انستجرام مثلا، ايه الحاجات او ايه العوامل اللي انا اضمن منها نجاح الكامبين بتاعتي؟ اولا المحتوى. المقصود هنا بالمحتوى هو سواء كان الديزاين اللي هيعرض الخدمة بتاعتك او هيعرض المنتج بتاعك، لازم يكون بروفيشنال، لازم يجذب عين العميل ان هو يعمل ستوب وهو بيعمل سكرولينج على السوشيال ميديا ويتفرج على الاعلان بتاعك. الحاجة التانية من المحتوى او النوع التاني هي الفيديوز، والفيديوز اقوى بكتير جدا من الديزاينز لانها بتوصل رساله بطريقه سلسه اكتر وبتكون مريحه اكتر للعميل وبيقدر يفهم حاجات اكتر او تفاصيل اكتر عن المنتج او الخدمه بتاعتك. فمهم جدا يكون المحتوى كويس سواء كان ديزاين او فيديو. طيب ايه تاني؟ الديسكريبشن، المحتوى المكتوب. المحتوى المكتوب لو كان كاتشي، لو كان الهوك بتاعه اول جملتين منه يشدوا العميل ان هو يكمل قرايه المحتوى، كل ما كان نجاح اعلانك اقوى. ثالثا العروض. العروض مهمه جدا ان انت تكون بتقدم ميزه تنافسيه. ما ينفعش تروح النهارده تعمل اعلان تبيع منتج في منافس ليك بيبيعه بسعر ارخص وتستنى ان انت تبيع حتى لو كانت ميزانيه اعلاناتك ملايين الجنيهات. طيب ايه تاني ممكن يفرق معايا قوي في عوامل نجاح الاعلان بتاعي؟ هيفرق معاك جدا طبعا الاستهداف والميزانيه، لان زي ما قلنا في فيديوهات قبل كده في حاجه اسمها مزايده. فكل ما كان انت الميزانيه بتاعتك اكبر من ميزانيه المنافس في الاعلانات المموله، كل ما نجاح اعلانك بقى مضمون اكتر. ومهم جدا ان اللي يعمل لك الاعلان ما يكونش حد مبتدئ، او تقول لي اصل انا هعمل اعلان ممول بنفسي من على فيسبوك وهدفع بالكريدت بتاعتي. صدقني ده بيكون حظ المبتدئين. مهم اللي يعمله لك يكون حد بروفيشنال يقدر يوصلك لعميل مهتم. وكمان توقيت السوق مهم. ما ينفعش تروح تبيع صيفي في الشتاء ولا تبيع شتوي في الصيف لو انت مثلا بتشتغل في مجال الملابس. فمهم تكون عارف ميعاد نزول اعلانك، ميزانيتك، والمحتوى اللي انت هتقدمه والاستهداف بتاعك، وساعتها اكيد الاعلان هينجح. وبس كده.